السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا معاكم لغاية ما مشاريعكم تتصلوا بيا انتوا وتكتبوا لي على الفيس او على الماسنجر او على اي منصة ان انتوا ربنا كرمكم وبقيتوا تمام. للحلقة الثالثة على التوالي، الفصيل اللي بيكسب ذهب. الناس اللي بتسأل، انا قلت يا جدعان هاتوا فصيل، اعمل اوضة ربي فيها نوع واحد بس، زي اللي بيربي بلدي، زي اللي بيربي بري. يعني الخواجة بيربي ايه؟ بري. واحد تاني بيربي ايه؟ عنده حمام بيفرخ حمام ايه؟ بلدي. واحد تاني بيفرخ مراسلة. واحد تاني بيفرخ مش عارفه ايه. الناس اللي بتقول لك طب هو الفصيل يكسب، بيكسب. الناس اللي بتقول لك هعرف الم منه فلوس، هتعرف. انا ثقة في الله سبحانه وتعالى. اختلاف الاذواق يا حبيبي، اختلاف الاذواق يا بابا. يعني ايه اختلاف الاذواق؟ لما بنخش كلنا مطعم فول، احنا 5 تنفار اصحاب داخلين مطعم هنفطر فول وطعمية، محدش فينا احنا الخمسة هيفطر زي التاني ابدا الا بالصدفة. لما بيجي الراجل يسألنا تاكلوا ايه، هتلاقي اللي بياكل زيت حلو، اللي بياكل فول بالسمنة، اللي بياكل زي حالات زيت حار، اللي بياكل مش عارفة بايه، اللي بياكل بالقوطة. هنختلف. واحد نفسه في شوية بطاطس شيبسي، واحد يقول له هات بتنجان مش عارفة ايه. نختلف، لازم نختلف. الاختلاف ده اللي حصل جوه المحل مننا احنا الخمسة، خلى الراجل باع من الاصناف اللي عنده. يعني خلى الراجل كسب. واصل الرؤية؟ الاختلاف خلى الراجل كسب. قيس الاختلاف ده على كل حاجة. دخلت محل جزم واقف انت واتنين تلاتة اصحابك، هو عجبه ستايل وانت عجبك ستايل وده عجبه ستايل يعني شكل ومنظر. انت عجبك شكل جزمة معينة ده يمكن تخشوا انتوا التلاتة عشان تجيبوا جزم شبه بعض. الا اذا كنتوا لا مؤاخذة في الكلمة انتوا التلاتة عبط او صدفة، فهنمشيها صدفة وتاني حاجة عبط. لكن الطبيعي، الناتورال الطبيعي بتاع ربنا ان كل واحد هيلاقي ذوقه في شكل معين هو حبه. قيس ده على كل حاجة. كذلك الحمام، في بيحب يربيه عشان ياكله، في بيحب يربيه عشان ينشه، في بيحب يربيه عشان يبيعه ويشتري، في بيحب يربيه عشان يكسب من وراه فلوس وتبقى لقمة أكل عيش عياله وأسرته مدى الحياة. وعندنا أسر في الجمالية شغالة متسببين بيشتروا حمام من مدن وقرى ومن السوق، وبيبيعوا الحمام تاني، بيرجعوا تاني يبيعوه. الحلو بيخلوه، والسكند هاند يبيعوه، والحلو جدا يبيعوه عشان ياخدوا فيه أتقل مما هم جابوه. فالحياة فيها مكسب وخسارة. الحمام بيكسب. كنت طول عمري استهزأ باللي يقول لي ان الحمام ما بيكسبش. اشمعنى انت ماسكنا في الحمام؟ لانه هو انا اللي عامل له قناه، وانا اللي برغي كل يومين 3 عليه، وهو حياتي زي ما هو حياه ناس كتير كده بتمشي في الشارع تبص على السما. احنا غواي. فالغاوي تبص تلاقيه اول شيء بوصلته في السحاب لوجه الله كده، يبص في طير، في حاجه، في نشه، في صفاره. لو ده سمع صفاره يبص على السما. فهو الحمام بيكسب. سمعت ان يقول لك الحمام محتاج اموال محتاج كل حاجه. محتاج يتصرف عليه عشان يديك. جدي بتربيه عشان خاطر هتذبحه، اشتري له عليقه حلوه عشان يعجل ويبقى جسمه تمام، ولما تذبحه انت تستفاد منه وتلاقي لحم. فكل حاجه محتاجه رعايه، والرعايه ما بتبقاش ببلاش. مجهودك ووقتك وفلوسك وحركه الكون. فالموضوع ان الحمام بيكسب بيخسر مع اللي مش عارف يكسب منه. واحد نزل ب5 حمامات باعهم ب5000، واحد نزل بنفس ال5 حمامات باعهم ب3000، واحد نزل بنفس ال5 حمامات باعهم ب500 جنيه. فبيختلف حرفنة البيع والشراء. انما برضو نرجع، الحمام بيكسب. نرجع بقى لحلقتي النهارده، الفصيل الواحد، وهي الحلقه الثالثه على التوالي.
الفصيل الواحد ان انا جبت نوع معلقه واعلنت عنه، جبت نوع معلقه واعلنت عنه، وهو ده النوع اللي انا بشتغل فيه. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ناس عايزه النوع ده، وبعد كده الناس اللي عايزه النوع ده هتكتر، وبعد ما تكتر الناس اللي عايزه النوع ده هيزدادوا في القطر، بدل ما بياخد مني 5 أو 3 تنفار هياخد مني 5، هياخد مني 15، هلاقي نفسي 35 مش هلحق على الناس دول. ليه؟ 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 لأني بنتج حاجة مطلوبة. طب إيه النوع اللي يخلي الحاجة تبقى مطلوبة؟ أي فصيل وأي نوع. قول كده أنا عندي بري للبيع للذبيح، هتلاقي ناس اتصلت بيك أكتر من اللي بيتصلوا باللي عنده صوافة. أنا عندي بلدي للذبيح يغنيك عن كيلو اللحمة اللي وصل 250، هتلاقي طوب الأرض اتصل بيك عشان عايزهم. انا عندي شقلباظيات بيت تحف بالبرانيت 30 جوز، هتلاقي مصر اتصلت بيك بكره. اي نوع. اوعى حد يتصل بيا ويقول لي هو نوع ايه اللي يكسب. اي نوع. غويت هزاز هيتباع، غويت حمير حمام على هيئه حمير هيتباع. اي نوع يخطر لك على بال هيتباع، من الصوافه للبري. للبري اللي بياكل في اللي بيعيش على الكباري تحت الكباري والارصفه والاسطح والبيوت والاشجار من اول الصوافه للبري هيتباع. انت بس اغوى نوع يدب ببعضه، تلاقي عندك انتاج منه غزير. حط له عيش، حط له صواريخ، حط له زي ما تحط له، ياكل ويشبع ويشرب ميه وتنضف له عشان ينتج ويكتر. تمام. سمعنا اهو، الله يبارك لك يا بيرجو. اللي يصلي على النبي يكسب. اه يا حبيبي، اللي يصلي على النبي يكسب، اللي يصلي على النبي يكسب. انا عن نفسي غويت الكول الشقلباظيات بالبرانيت ومظبوطين وتمام التمام، وبعت بيع لما انا ذات نفسي زهقت، لغايه ما العماره جالها ازاله. جبت واحد يشتري الاهالي بالعيال بالدنيا كلها، وقفشت فيهم اكتر مما كنت ببيع. ليه؟ القرش صاحبه طماع، فبيحس ان هو هيصطاد بيه السمكه اللي هو انت، وانت ابن كلب قارح عايز تبيع، فبتعلن انا عندي 50. بتلاقي صاحب القرش الصياد جاي يقول لك انا هاخدهم بقد كده. ما عجبكش الكلام بتسكت، بيرزع لك تاني تليفون هاخدهم بقد كده. لو عجبك الكلام بتقوله تعالى شيل في المنديل، بيشيل شكرا خدت الفتيل. خلصت القصه. صدقني وخلاص، مش هتكلم في الفصيل الواحد تاني الا اذا اذن ربنا وشفنا نماذج حلوه بتقول لك انا نجحت. امبارح اتصل بيا واحد رتبه من الاخر لواء. حبيبي حبيبي ازيك انت، اخبارك ايه؟ تمام تمام التمام. انا عجبتني قصه الفصيل دي. انا عندي مزرعه، بس انا بعشق العنبره السمر، العنبره السمر. وقصه الفصيل عجبتني، بس اعمل ايه؟ هل اغوى عنبره سمر بس ولا اجزأ المزرعه؟ قلت له جزأ المزرعه، طالما انت راجل غاوي حمام والمساحه كبيره ما ينفعش يعني مش هنخرف، لازم اقول لك الصح، فخد مني الصح. المزرعه 150، قلت له 3 خمسينات قطوع بباب، قطوع بباب، قطوع بباب الاصلي اللي انت بتخش منه، يعني يفتح الباب الاصلي يخش، بعد ما ياكل ويشرب النوع ده يخش على النوع التاني، يخش على النوع التالت، وياخد السكه بقى، يا اما يخرج من هنا يا اما يخرج مما دخل. يعني يعمل بابين، واحد في الاول خالص وواحد في الاخر خالص، وما بين كل قطوع وقطوع باب. قال لي الفكره ممتازه، اغوى ايه؟ قلت له خليك في الصنف، انت بتحب ايه؟ قال لي بحب العنبر الكشكات، وبحب العنبر السمر، تمام، وبيحب الشقلباظيات الحمر. فالمهم قلت له الشقلباظيات الحمر هتشتريها من افخم وارقى الشقلباظيات الحمر. قال لي ماشي. والعنبره السمر هتجيب عنبره سمر بيتكلموا. قال لي سهل يا باشا، الجفن الناعم والجفن الخشن والطوب السبعه والسبعه والجته الحلوه كحل كحل. قلت له ماشي، مفحمه يعني. قلت له ماشي.
والنوع التالت تتوكل على الله وتجيبه، خلصت القصة على كده واللي انت عايزه هيحصل. فقال لي اصل انا نفسي اغوى جلايزة ونفسي اغوى ونفسي اغوى ونفسي اغوى. قلت له تخصص في الثلاث حاجات، في 3 اصناف بس، وما تخليش شيطانك يضايقك. عايز عنبرة سمري ماشي، عايز مرقعات ماشي، عايز كول ماشي، عايز حمر غزار ماشي. انت قلت لي انك بتغاوي العنبرة الكشكات، وقلت لي انك غاوي الحمر الشقلباظيات، وقلت لي انك غاوي العنبرة السمري العادة. تمام. قال لي اه. قلت له اغوى ال3 اصناف دول ودورهم سنة، دورهم 12 شهر، هتلاقي كتيبة الشقلباظيات بقت حلوة فاتحة نفسك، وشوية الكشكات تحف. تمام. وشوية العنبرة السمر تحف. بيع زغاليل دول واعلن عن دول واعلن عن دول، هتلاقي نفسك بتكسب. احمد ربنا واكفي خيرك شرك وقول الحمد لله رب العالمين. ولو كترت في الأماكن كتر في الأصناف، بعد كده هتلاقي الإنسان شغله الشاغل يجيب عوض عشان يحط في كل أوضة صنف. وده الصح عشان تبقوا فاهمين، ده الصح. هو الناس ليه بتحبس الأصوص؟ ليه الناس لما بتغوى قطاطة بتحبسها مع بعض، وبتحبس الرواحنا مع بعض، وبتحبس ايه مع بعض، وبتحبس؟ لأن الترة ممكن تنام لأي ذكر لو شبقت يعني لو نفسها إن هي تاخد في القلة بليلة. لو نفسها هتاخد اللي في نفسها من أي ذكر حامي كده، هيرقد هيركب. باظت. إنك هتلاقي فصيل طالع بيقول لك أنا إيه؟ أنا هو أنت هو، الزمن أهو بينا أهو. ما ينفعش. فليه بنحبس؟ ما الحبسة هي الغرفة، هي العين بتاعت القص ده. ليه؟ عشان احمي القص من انه يختلط بقص تاني. فانا بكتر من القص ده في غرفة لوحده، في غرفة لوحده. تخيل انت كده عندك 25 زغلول، او يعني اقول ايه، 25 زغلول مرقعات، ومنزلهم السوق او منزلهم على النت. متوقع ايه؟ اللي في بالك، والله العظيم ما بهزر، اللي في بالك لو عندك 25 جوز زغلول ريحاني، لو عندك 25 نبلة اخضر زغاليل، لو عندك 25 فحمي، يعني لو عندك العدد ده، اللي في بالك، اللي انت متوقعه، رقم تليفونك هيرن للصبح لغايه ما تكتب تم البيع تم البيع، وتقول يا اولاد المرل تم البيع، يا اولاد الاخبه تم البيع. هتزهق من ايه؟ من نجاح مشروعك. هتزهق من نجاح مشروعك. الناس اللي الصفر الوحشه اللي بيقول لك انت كده حتى انت كده حمار يا فندم، ما انتش فاهم ان احنا بنكتر من السلاله سلاله، بنكتر من السلاله نفس السلاله. لما البلق تنتشر والخضر تنتشر والفحم ينتشر، وده غاوي هزاز يضرب بالعبيط، وده بيرزعني قطقطه بالعبيط، و50 واحد غاويين بس قطقطه، و200 واحد غاويين صوافات، و40 واحد، هنلاقي غيث الحمام في مصر كترت، والحمام زي اللاحم كتر رخص. صدقوني حلها ازرع كتير تحصد اكتر، يقل الطلب على الانتاج. ازرع كتير تحصد اكتر، فيقل الطلب على الانتاج لا يزداد. ما هي السلعه لما تشح تغلى، والسلعه لما تزيد وترطرط ترخص. لما تلاقي السوق كله عند كل بياع قوطه، نصبة قوطه، ما هي متلقحه اهي. حتى مامك تقول لك انت نسيت القوطه، اقول لها يا ستي ما جاتش في بالي والله، دي عند طوب الارض محطوطه، طب ابقى انزل بكره ولا بعده، ما هي متلقحه عنده، متلقحه. لو السوق كله ما فيهوش الا واحد هو اللي عنده قفص ولا قفصين، هيخلص القفص والقفصين بسرعه، والسعر اللي هيحطه عليه هياخده. اغوى الفصيل يا اصيل، عشان بيرجو بابا المجال واحد بس، واللي يصلي على النبي يكسب الواحد يوحد الله لا اله الا هو. واحنا ما بنقول لك كلام، ما بنقولكش احلام، بنقول لك اغوى الفصيل يا اصيل، وانت تكسب ذهب من ورا الحمام. وكلامنا اصلي مش تفصيل. تمام. واسمعني ما تسمعش غيري، عشان انا بدلك على الصح. الناس اللي غوت ونوت، او الناس اللي نوت وغوت، هي اللي كسبت، هي اللي كسبت. كيلو الذره ابو 15 وابو 10 وابو 12 وابو 14 وابو جل على دماغهم، هتعوض ثمنه
بس يقول يا رب. برضه واحد اتصل بعشق استقروتات، قلت له خش فيها الله يبارك لك، بس خش في الاصول بتاعت الحمام. ايه هي الاصول؟ هو انضف انواع السكروتات، انضف انواع الروحنا، القطقطق، انضف انواع. هات الاصلي عشان تغوى اصلي وتبيع اصلي وتكسب احلى فلوس. نهاركم ابيض، واللي يصلي على النبي يكسب. صلاة الحبيب محمد كلها مكسب، وانا مكسبي كل من صلى على جمال نور سيدنا الحبيب النبي. السلام عليكم. اسامه بيرجو بابا المجال. سلام.